صباح الخير او مساء الخير حسب ما انتوا بتشوفونا. وده هتكون تاني فيديو لينا عن المنتجات الغريبة اللي احنا قلنا هنجربها مع بعض او حاجات اول مرة نشوفها. تمام. وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت لو حابين تجربوا اي حاجة تانية يبقى اكتبوا لي في الكومنتات عايزين تجربوا ايه. خلينا نشوف مع بعض. ودي هتكون الحاجات اللي بنجربها النهارده معانا. عايزين نبدأ بقى ايه الحاجات الجديدة اللي انا نفسي اول مرة اشوفها. انا شفت ده مولتو عاملة منتج جديد، فطير محشي بالكاستر، وهو نفس نوع الفطير تقريبا بس محشي بالشوكولاتة وبسكوتات غريبة وحاجات غريبة انا اول مرة اشوفها بصراحة، فهنجربها مع بعض النهارده كلها. فهنحط الحاجات دي كلها على جنب ونجرب مع بعض. ده شركة اسمها ديسكو. بالمناسبة انا شفت ان المنتج ده بالظبط هو مع اختلاف حرف بسيط جدا في المسمى بتاعه بس مستورد. احنا عايزين بقى نشوفه هل احنا عندنا حاجات بتنافس المستورد ولا لا، فخلينا نجربوه مع بعض. هو اصلا التقفيل بتاعه ممتاز جدا. ده بالشوكولاتة. هنجرب دلوقتي نشوف طعمه ايه معانا. هو مبدئيا بس ريحته ان باين ان طعمه ريحته فيها بندق جامد جدا. هي القرمشة مش قوية وطعم الشوكولاتة بص كده، انا حاسس ان هو مش احسن حاجة لان انا شايف ان اصلا في فراغات مكان الشوكولاتة وطعم الشوكولاتة مش احسن حاجة. ده سعره 7 جنيه. تمام. هو ما اعتقدش ان ينفع بديل قوي للمستورد، لكن بما ان احنا في مقاطعة فمضطرين نجربه ده المستورد. انا جبت منه طعم تاني، ده مكتوب اللي هو بالفانيليا، احنا هنجربه برضو مع بعض. ده مكتوب ان هو بقى الويفر بتاعه البسكوت بتاعه نفسه بالكاكاو، يعني هو معمول بالكاكاو. هو فعلا باين عليه. هو نفس السعر برضو بس انا بصوا تاني كان ابيض، شايفين ده دي غامقه شويه او سمرة شويه، ففي الغالب فعلا معموله بالكاكاو. هنعرف بقى ايه من الطعم. ها هو ده طعمه مقرمش اكتر من ده، مع ان هو نفس المنتج بس في الغالب هو ممكن تكون فيه مشكله في العبوه نفسها او في التقفيل نفسه، لكن انا شايف ان ده طعمه مقرمش اكتر. وطعم الشوكولاته واضح فيه اكتر. انا شايف كمان ان يعني باين ان هو افضل من ده، بس هو اكيد طبعا افضل عشان سوق تعبئه، لان انا شايف ان نفس الشركه ونفس المنتج وفي الغالب نفس تاريخ الصلاحيه، فالموضوع محسوم يعني. خلينا نجرب حاجه تانية مع بعض. ده منتج تاني انا لقيته برضو مكتوب ان هو مقرمشات او مكسرات بالجبنه. دي صورته. ده سعره 5 جنيه. ده مصري طبعا. هنجربوه برضو مع بعض واقول لكم ايه رايي فيه. انا جبت منه طعمين، ده بالجبنه وده بالكاتشب. احنا هنجرب الاتنين ونشوفوا بردك انه الافضل والمنتج ده نقيمه ازاي، لان انا الفتره الجايه في الغالب هجرب اعمل مقارنات بين منتجين، فخلينا نجربه كده مع بعض. هو في شويه في اشكال جوه من كده، دي حاجات مختلفه جوه. طعم الجبنه واضح قوي والقرمشه قويه جدا، يعني هو تقريبا
هو انا مش عارف ده اصنفه شيبسي ولا سناكس، انا مش فاهم ده عباره عن ايه. بس انا عارفه ان قرمشته قويه جدا و... وطعم الجبنه واضح فيه قوي. خلينا نجرب منه اللي بالكاتشب. اعتقد ان بالكاتشب هيكون نسبه الملوحه بتاعته اعلى. برضو نفس الحاجات جواه، نفس الاشكال. هو انا حاسس ده اكتر شويه. بس هو الناس اللي بتحب الكاتشب اعتقد ده هيبقى حلو جدا ليهم. بس انا عشان ما بحبش الكاتشب فبالنسبه لي ده مش افضل حاجه. الجبنه احلى طبعا، وزي ما توقعت نسبه الملوحه فيه اعلى. لا بس المنتجات المصريه فيه بتطلع منها حاجات حلوه، ممتاز جدا وطعمه حلو جدا. بس انا برضك هفضل مصر ان انا بحب طعم الجبنه. حط ده هنا ونجرب. انا لقيت الثلاث منتجات دول من البسكوت المصري. دول 3 منتجات فيهم 2 بأطعمة مختلفة، اللي هو ده وده نوع تاني. فأنا قررت أجربهم علشان احنا منقعدش ندور على المنتجات المستوردة كتير، ونشوفه لو كويسين يبقى احنا ايه اخترنا المنتجات المصرية بتاعتنا، ما رحناش بعيد. فخلينا نجربه واحد واحد. انا شايف نستنى ده شوية ونجرب ده. هو يعني نفس الويفر اللي كان في اول واحد جربناه اللي هو ده، هو نفس الويفر. احنا بقى عايزين ندوق الطعم. هو مكتوب ان هو بالكاكاو. ده طعمه جميل جدا والشوكولاته فيه كتير. يعني انا عايز اقول لكم بصوا الشوكولاته كتير جدا فيه جدا. انا شايف ان ده ممتاز 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 مقارنه بسعره 5 جنيه. هم رائع جدا جدا. احفظوا بقى اسمه عشان ده طعمه جميل جدا ومليان شوكولاته. هو في منه منتج تاني متغطي بقى، يعني هو ده متغطي بالشوكولاته. ده هو نفس الشركه، بس ده كان ويفر محشي من جوه شوكولاته، وده من بره شوكولاته متغطي بالشوكولاته. فخلينا نجربوه. انا عايز اقول لكم ان هو شكله حلو جدا، شكله حلو جدا. هو تقريبا عليه سوداني او عليه حاجه من فوق، هنشوف. قرمشته قويه برضو. طعم السوداني واضح فيه جدا، لان هو اصلا فيه سوداني من فوق. لا المنتج ده بالنسبه لي انا 10/10 يعني، ممتاز جدا جدا. ده شركه ايه مش عارف، بس هو مكتوب اللي هو اسمه تيك تاك. منتج رائع بصراحه. المنتج ده في منه شركه تانية اكتشفت مع ان هي مش مصريه. ده اسمه بلوكس. ده سعره برضه 5 جنيه. مصري مكتوب عليه من ورا صنع في مصر. هنجربوه برضك مع بعض ونشوفوا هل في فرق بين المنتج التاني، مش عايز اقول اسمه طبعا. ف هنجربوه ونعرف برضو. هو نفس الشكل، هو اغلبكم اكيد عارفه. هنعرف بس من جوه. هو التاني بيبقى فيه شوكولاته من جوه، فهنعرف بقى ده فيه ولا لا. هي ولا ناشفه؟ فيه شوكولاته من جوه. فيه المشة حلوه والبسكوت ناعم والشوكولاته طعمها
مش احسن حاجه، بس طعم البسكوت طعمه حلو جدا. امم هو انا شايف انه ينفع يكون بديل كويس، بس الشوكولاته مش احسن حاجه. بس هو كمجمل يعني ممكن نديله مثلا 7/10. بس هو حلو جدا، هو طعمه كويس بس مش احسن من التاني. مولتو الجزئين دول انا شايف ده فطير شوكولاته وده فطير كاستر. احنا هنجرب الاتنين دول عشان دول انا اول مره اشوفهم بصراحه. هنجربهم ودي هتكون اخر حاجه بنجربها مع بعض النهارده. حلو، فخلينا نبدا الاول بالكاستر. شوفوا طعمها عامل ازاي او شكلها ايه من جوه. بصوا كاتبين ان هي فطيره، فانا مش عارف هي ده شكلها من جوه. ده شكلها من جوه. نبقى نفتحها نشوفوا كميه الحشو اللي جواها قد ايه. ومن الواضح ان هي مليانه حشو، مليانه الحشو، مليان حشو، فيها حشو كتير. بس احنا محتاجين نعرف الطعم بقى ايه. بصوا طعم المولتو اللي اعتدنا عليه العادي، بس طبعا طعم الكاستر مختلف، في حته حادقه كده يعني، مش مسكر على انه كاستر اللي احنا بنتعودين عليه، لا بس هو رايح لحته الحدقان كده شويه. بصوا الناس اللي بتحب الحاجات اللي هي مديه على حادق سنه دي، ده هيعجبها جدا. لكن انا اعتقد ان الشوكولاته مش هيبقى فيه الحته بتاعت الحدقان ديت. هي تجربه جديده انا بالنسبه لي، اول مره اشوفه. فانا هنعرف بقى طعم الشوكولاته منه عامل ازاي، وهل هيختلف عن الكرواسون العادي اللي احنا كنا بنجيبه. هو تقريبا نفس الشكل، نفس الشكل هو. تمام، خلينا بس ايه من جوه بقى. شوف كمية الحشو اللي جواه. كمية حشو كبيرة برضو. يعني انا شايف ان حلو حلو كمية الحشو كويسة. نفس طعم المولتو العادي مع اختلاف الشكل. هو بس الكاستر اللي كانت حاجة جديدة، لكن الشوكولاتة طعم المولتو العادي اللي احنا متعودين عليه، عادي خالص، مفيش اي تغيير في اي حاجة. هو بالظبط، ما تغيرش اي حاجة فيه. تمام. هو عموما احنا وصلنا للنهاية النهاردة، وفي حاجات هتبقى جديدة تانية انا بجيبها بردك وبحضرها، وانتوا قولوا لي لو في اي حاجة جديدة عايزيني اجربها تانية، قولوا لي عليها عشان ابدا اكون بجهزها لكم. وبالمناسبة ده تاني فيديو ليا، وكنت محتاج اشوف تفاعل على الفيديوهات. تمام، وبشكركم جدا جدا، واتمنى تشاركوني بارائكم في الكومنتات تحت. سلام.